أنا بقول حينئذ ليس صوابا أن يقال أن الأخوة المسلمين هم من أهل السنة، لأنهم يحاربون السنة. أما أنت تركت بقى الرؤوس وبدأت تشتغل بالأفراد. أنا لما تكلمت أنا ما قلت لا رؤوس ولا قلت أفراد، أنا تكلمت بشكل عام. هو كذلك، لكن نعم. لما يقال الإخوان المسلمين شو يتبادر للذهن؟ هل دخل اليوم ولا بسنة ولا بسنتين، ولا الرؤوس اللي مستولين على عرش الحزبية منذ سنين طويلة؟ هذا هو الذي يتبادر من الإخوان المسلمين. يا شيخ بس كان باسم المنهج وليس باسم الأصوات. ليس هناك فهم خطأ في، ولا مؤاخذة بدنا نحكي بصراحة، في تعبير خطأ. طيب جزاك الله خير. لا اسمح لي. تعبير الخطأ بفهم خطأ. نعم. طيب لكن لما بيكون التعبير صحيح والفهم بيكون خطأ يصحح الفهم. نعم. لكن لما بيكون التعبير خطأ والفهم صحيح حينئذ يصحح التعبير. فلا يجوز أن نقول الخلاف بيننا وبين الإخوان المسلمين فرعي. إخوان المسلمين هم من أهل السنة. لا، هم يحاربون أهل السنة ويقولون دعوتكم الآن تفرق. نحن عاشرناهم في سوريا ويقولون لنا كذلك